لقيت جوزي راجع من الشغل وقاعد كده عمال يلون في الكلام. عارفين الواحد اللي هو عمال يتمحلس بالعامية. فقلت له في ايه يا حبيبي؟ قال لي مفيش حاجة يا روحي، انا عايزك تروحي كده عند مامتك يومين تفرفشي كده الجو وتغيري جو وتيجي. فقلت له نعم، اروح عند ماما وابيت كمان يومين؟ ده انا لسه متجوزة ما بقاليش شهرين، تقول لي روحي بيتي عند مامتك كمان يومين؟ قال لي اه يا حبيبتي عادي، انا قلت تغيري جو وبتاع، بدل ما انت قاعده في البيت كده ولا بتروحي ولا بتيجي، واليوم اللي بتروحي فيه بترجعي فيه. فقلت له ايه ده انا بروح وببقى عايزه اصلا ابات وما برضاش علشان خاطرك، وبعدين الناس تقول عليا عروسه وبتاع وجايه تبيت عند مامتها. قال لي لا خلاص بقى يا حبيبتي، ما احنا بقالنا اهو شهرين وزياده، لا 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 لا، روحي اقعدي عند مامتك يومين وتعالي. فقلت له طب تمام، وطبعا فرحت بقى جدا زي العبيطه. المهم رحت فعلا بيت عند ماما وما كدبتش خبر. تاني يوم على طول رحت عند ماما، رحت قعدت اليومين وبتاع، وخلص هو شغله وجه خدني ورجعنا على البيت. لقيت اسبوع او 5 ايام بالظبط كده هوت، ولقيته جاي يقول لي بنفس الطريقه برضو: ايه يا حبيبتي مامتك ما وحشتكيش؟ قلت له ما كانت لسه هنا عندي امبارح. ما هي ماما وحشاني يا حبيبي وكل حاجه طول اليوم يعني، بس هي كانت لسه هنا امبارح فعادي يعني. قال لي لا 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 لا، هما الساعتين 3 اللي جاتهم دول حاجه؟ ايه رايك تروحي لها بكره تقعدي معاها يومين؟ ف ايه الموضوع؟ اروح لها ليه وابيت ليه تاني؟ ما انا كنت هنا من 5 ايام وبايته هناك، وهي كانت لسه عندي هنا امبارح وجايبه لي حاجات ومش عارفه ايه. اروح ليه؟ قال لي عادي يا حبيبتي يعني، ما هو الطبيعي اصلا يعني الست لما بتتجوز بتروح عند حماتها، بس انا بما اني والدتي متوفيه فلا يا حبيبتي روحي اليومين عند مامتك. فقلبي بقى، عارفين الفار بقى لما يبدأ يلعب كده جوه الست؟ هو كده بالظبط اتوغوشت. وبعدين ايه ده؟ وبعدين فكرت كده وقلت يمكن بخيل وعايز يوفر اكل مثلا اليومين اللي انا بروحهم، انا اصلا اكلتي ضعيفة جدا، وهو حد مش بخيل خالص خالص. وحتى لما بروح في اي حتة ولا لما بروح عند ماما بيديني فلوس بالزيادة علشان لو عوزت حاجة اشتريها. وعارف انا انت بتحبي السناكس والشيبسيهات والبيبسي والحاجات دي، فتبقي تجيبي اللي انت عايزاه. فحد لا 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 لا، مش من الناس اللي هو هيوديني عند اهلي علشان خاطر يوفر، مستحيل. الموضوع فيه إنة تانية، وانا لازم اعرف الإنة دي ايه. المهم عديت برضو اليوم ده وقلت بلاش يا بت كده تشكي في جوزك حبيبك ان انتي لسه متجوزاه، يعني هيكون بيعمل ايه؟ مش معقول هيكون بيخونك وهو لسه متجوزك يعني، لا وحدي الله. المهم رحت رايحة تاني يوم فعلا زي ما اتفقنا انا وهو، وخدت بعضي ورحت عند ماما. حصل بقى بعد كده؟ رحت ورجعت والدنيا بقت عادي. بقيت عمالة بقى لما برجع بنكش في الشقة زي المجنونة، اللي هو ابص على السرير، ابص تحت السرير، طب ابص على المطبخ، طب ابص على باسكت الزبالة، طب ابص هنا، طب ابص على تسريحتي، طب ابص على لبسي. اكتشفت ان كل حاجة زي ما هي زي ما هي انا سايباها، مفيش حاجة. وبعدين انا اصلا من النوع اللي بينسى، يعني ممكن مثلا فرشة السرير بطريقة معينة ما افتكرش مثلا ان انا كنت فرشاه النهاردة عامل ازاي، فممكن اصلا يتغير وانا مش واخدة بالي. بس في المجمل يعني ما حسيتش ان في حاجة غريبة في الشقة خالص. المهم سكت على كده لحد حصل معايا حمل، يعني حامل. فلقيته بعديها برضو ايه حبيبتي مش عايزه تروحي عند ماما؟ قلت له لا انا تعبانه بقى والحمل وبتاع، وماما هي اللي هتبقى تجيلي، والدكتور قال لي ما تتنططيش الشهور الاولانيه دي وبتاع، وخليكي نايمه على السرير، فخلاص روحي اقعدي عند ماما. قلت لا بقى، الموضوع كده في حاجه غريبه. قلت لا بقى، بص حبيبي انا لا هروح ولا حاجه، انا مش هرتاح غير في بيتي، وماما هي هتبقى تيجي تقعد معايا براحتها، لكن انا مش هروح عند حد. وحتى لو ماما ما جاتش انا مش محتاجه حد، انا تمام وزي الفل كده. قفلتها في وشه.
لحد ما جه لقيته راجع من الشغل في نفس اليوم ده لاوي بوزه بيتلكك بمعنى الكلمة، اللي هو عايز يتخانق علشان ايه، اللي هو طب يلا روحي عند مامتك. وفعلا لقيته بيتلكك، ايه ده، انت ايه الاكل اللي انت عاملاه النهارده ده؟ بيتلكك على حاجات، هو انت مش كنت بتحب الاكل ده؟ فجأة كده انت ما بتحبوش ومش عايز تاكل، وهنزل اجيب دليفري ومعرفش ايه. انت معرفش ايه اللي جرالك، انت ما بتعرفيش تعملي اكل. قلت له ما هو نفس الاكل اللي انا بعمله لك بقالي كام شهر يعني، ايه اللي جد عليك؟ وبتدوق الاكل عادي هو ونفس نفس اكلي وكل حاجه انا اللي عاملاها. فعرفت ان هو هنا بيتلكك. فقلت له بقول لك ايه، من غير ما تتلكك كده تعالى وديني عند ماما. فبصلي كده اللي هو انت فاقسه القصه يعني ولا ايه بالظبط؟ فقلت له مفيش، انا اتخنقت منك بقى ومن تصرفاتك منك النهارده، تعالى وديني عند ماما. حبيت ابين له يعني ان انا مش شاكه في حاجه ولا بتاع، تعالى وديني. قال لي طيب يلا يلا، وراح واخدني ورحنا نازلين، وراح موديني عند ماما. انا طبعا انا طبعا حسيت ان في حاجه غلط، هو كده وش في حاجه غلط. الاول كان بياخدني بالمسايسه، لاني بقى ايه مكبره دماغي ومش عايزه اروح، فقال لك اتلكك لها على اي حاجه، وده كان واضح جدا. فانا قلت طب انا هتصرف ازاي وهعرف ايه اللي بيحصل من ورايا في الشقه ازاي وانا مش موجوده؟ يعني في يومين كل اسبوع انا بسيب له البيت، بيعمل ايه في اليومين دول؟ بيجيب مين ولا بيودي مين ولا بيعمل ايه؟ والشقه بتفضل زي ما هي، ما بيجراش فيها حاجه. وافتكر بقى طب انا كنت حتى حاجه معينه هنا مش موجوده، طب حاجه اتسرقت، طب لبسي، طب قمصان نومي، طب ذهبي، طب اي حاجه، ولا اي حاجه بلاقيها ناقصه. طب اخلي واحده من الجيران مثلا تراقب لي الشقه، اقول لها مثلا حد يبص على الشقه مين داخل مين خارج. قلت لا انا كده هعمل فضيحه وبتاع وهيبقى منظري وحش، وافرض طلع فعلا في حاجه ولا بتاع هعمل ايه قدامه؟ يعني هيبقى شكلي وحش قدامه وهتفضح فضيحه رهيبه. وبعدين حتى لو اتوافقت مع واحده مثلا من الجيران، ما هي ممكن تقول للعماره كلها والدنيا تبقى بايظه. المهم سكت وقلت يا بت فكري لحد ما توصلي يعني النتيجة. وفعلا فضلت قاعدة يعني يومين عند ماما، دماغي تجيب يمين شمال، ورسيت في الاخر ان انا لازم احط كاميرا في الشقة، ما انا ما عنديش حل تاني. ما انا هروح اقول له بقى وصرحه وواجهه، مش هيقول لي اي حاجة. فرسيت على الاخر ان انا هحط كاميرا في الشقة. وفعلا يوم كده نزل راح شغله وبتاع، فقلت انا انزل ايه، قلت له انا رايحه للدكتور علشان اتابع الحمل وبتاع، علشان كنت لسه في الاول خالص. قلت له هتابع الحمل وهرجع. قلت وانا راجعه بقى اعدي اشوف ايه، انا معرفش بقى في حوار الكاميرات ده ولا بتاع. قعدت اسال على كاميرا. ليه البخت وانا راجعه من عند الدكتور لقيت بتاع المحل المتخصص في الحاجات دي يعني قافل وكده. وسكت انا معرفش محلات تانية، ومش عايزة اسأل عشان ملفتش الانتباه لحاجة، مش عايزة اسأل حد من قرايبي ولا من اصحابي ولا الكلام ده. المهم عديت يومين تلاتة كمان ايه، لحد ما انزل كمان تاني ولا حاجة، اروح نفس المشوار تاني يعني واجيب الكاميرا. بالصدفة البحتة اللي غير بقى تفكيري في حوار الكاميرا، انا كنت نايمة تعبانة من الحمل ونايمة جوه، وهو صاحي من النوم نازل. الكلام ده كان الصبح بدري، وصاحي كان نازل رايح الشغل، وعارف ان انا نايمة تعبانة وكنت لسه يا دوبك نايمة، كان عندي وجع طول الليل وبتاع، فنايمة الصبح بدري متأخرة جدا. فهو ملهي في ان انا نايمة وفي سابع نومة. المهم الوجع زاد عليا، فقمت غصب عني تاني، اللي هو ايه، هو مش متخيل ان انا هصحى، ده انا لسه يا دوبك ايه، ده انا لسه يا دوبك نايمه. فقايمه علشان اخش الحمام، انتوا عارفين بقى الحامل في الاول دي، فانا قايمه علشان عايزه ارجع، فقايمه علشان اخش الحمام. هو قاعد طبعا بمنتهى الاريحيه وبيتكلم في التليفون الصبح الساعة 6:30 الصبح بدري جدا، وعمال بيتكلم وانا خارجة. طبعا هو ما كانش حاسس بيا، يعني انت عايز الشقة ايه؟
اربع وخميس ولا خميس وجمعة، ولا عايزهم انهي يومين يا عم خلصني. وبعدين انت جايب معاك انهي مزة المرة دي، وبعدين عرفي ولا واحدة اي حاجة ولا اي كلام. وبعدين بقول لك ايه بقى، اللي اوله شرط اخره نور، الفلوس لازم تزيد شوية. انت شايف الدنيا بقت غالية ازاي. انا طبعا قايمة ومش فايقة وبتاع، وهو صوته بدأ يعلى وهو بيتخانق مع اللي بيكلمه. وبقول لك ايه، انت لولا ان انت صاحبي وبتاع ومش عارفة ايه، لكن انا مستحيل اعمل حاجة زي دي في شقتي، مستحيل. ففهمت طبعا ان الشخص اللي هو بيكلمه ده بيجي شقتي انا اللي انا متجوزة فيها، وان البيه محترم بياخد فلوس مقابل ان هو بيجيب بنات هنا هوت بيتجوزهم او ما بيتجوزهمش الله اعلم. بس ده كان باين جدا من الكلام، بيجيبهم وبيقعدوا عندي في الشقة الليلتين دول. وما تنساش ابقى ابعت لي رسالة ولا اتصل بيا، انا نازل دلوقتي علشان انا مستعجل. فخلاص شوف هتعمل ايه وحدد اليومين علشان اعرف اموري واظبط نفسي انا كمان، عشان طبعا انا عارفة ان هو كان هيقول لي اروح عند امي برضو. فالمهم الاسبوع ده اصلا تقريبا صاحبه ده فكس اللي هو ايه، لقيت جوزي لا بيقول لي لا كاني ولا ماني ولا روحتي ولا جيتي، فواضح ان هما اتخانقوا مع بعض. فده بقى اللي حصل بعد كده. المهم يعني انا عرفت القصة واللي فيها، ان البيه المحترم اللي انا متجوزاه اللي هو مش باين عليه اي حاجة من الكلام ده خالص، بيحسن الدخل. ان هو بيبعتني عند مامتي يومين في الاسبوع وهو بيطبق في الشغل، وبيخلي صاحبه يجيب بنات عندي في الشقة وبياخد منه فلوس، وبيتخانقوا كمان على الفلوس، لا زود الفلوس واتخانق الاسبوع ده وما جاش. ويعني وانا من ساعتها معرفتش اتصرف ازاي، ولحد دلوقتي ما اتصرفتش ولا عملت حاجة ولا قلت له ان انا عرفت. والاسبوع اللي بعده يعني الاسبوع ده كان راحة الحمد لله، الاسبوع اللي بعده بقى لان هو عمل نفس تلاكيكه وبتاع وبعتني عند ماما ومش عارفة ايه. فاللي هو طب انت هتفضل تتلكك لي كده كتير، اللي هو انا هفضل ما انا مسيري في يوم مش عايزه اروح، مسيري في يوم حولد واقعد في بيتنا، ولا انت اللي هو ايه، هو ممشيها معايا بظروفها، وافقت وافقت ما وافقتش خلاص مش مهم، في داهيه القرشين اللي هاخدهم من صاحبي الاسبوع ده ولا الاسبوع اللي جاي. مش دي بقى المشكله خالص. المشكله انا دلوقتي عرفت هو بيعمل ايه، وطبعا كانت حاجة فوق توقعاتي كلها، فوق ما دماغي تستوعب وفوق ما خيالي ما يجيب. يعني انا كان كل اللي في دماغي ان هو نفسه اللي بيجيب بنات وهو اللي بيعرف حد وبيجيبه، لكن ان هو بيأجر الشقة لواحد صاحبه يجيب فيها بنات. يعني ما كنتش متخيلة ان انا يعني جوزي متجوزاه حد محترم وحد ابن ناس وبتاع، بس ده بيحسن دخله بطريقة مرعبة. انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. طب احكي لاهلي اقول لهم ايه، طب اروح اواجهه واقول له انت ازاي تعمل كده. انا مش عارفة. فقولوا لي بقى دلوقتي انا اتصرف ازاي. انا من ساعتها كاتمه في نفسي وساكته ومش عارفه اتصرف ازاي. تعملي ايه؟ ده انت تعملي له فضيحه بجلاجل. ده لو اتمسك يعني ممكن من شقتك دي تتشمع حضرتك وتتمسكوا اداب بقى، ولا حد من الجيران يبلغ، ولا اي حاجه تحصل. ممكن مصايب كتيره تحصل، يعني ممكن تلبسه مصيبة. يعني هو ازاي مش مستوعب ان هو مثلا ممكن يجيب واحدة ويحصل ما بينهم خناقة، ولا يحصل ما بينهم جريمة قتل، ولا يكونوا بيشربوا حاجات مخدرة يموتوا اوفر دوس مخدرات، ولا وبلاوي الدنيا زي ما احنا عارفين كتير. ازاي بقى هو مش مستوعب انه ممكن بلوى من البلاوي دي تحصل في شقته وهو اللي يلبسها؟ ما هو انتوا اللي هتلبسوها لو اي حاجة حصلت في الشقة دلوقتي، انتوا اللي هتلبسوها. فهجم بقى بوليس اداب، عملوا بقى حاجة مع بعض، واحد فيهم خلص على التاني، اي كارثة سودة حصلت، الشقة اتسرقت، اي حاجة. البلاوي كتيرة واردة جدا، وصاحب الشقة هو اللي هيروح فيها. يعني ما حدش هيتخيل ان انت بتأجر الشقة لصاحبك علشان يعمل ايه ده. فلا،
انا من رأيي اصلا ان لازم اهلك يتدخلوا في الموضوع وش بقى كده، علشان يوم ما يحصل مصيبة وكارثة يبقى على الاقل اهلك يعني عارفين الليلة فيها ايه. وبعدين انت مش هتصرفي تتصرفي معاه اصلا، واحد بالدماغ دي وبالعقلية دي لا. يعني من رأيي تعرفي اهلك، تقعدي معاهم كده تقول لهم انا اكتشفت كذا 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 كذا، عايزين تسجلوا يبقى حطي كاميرا بقى وسجلي، يبقى معاكي الدليل علشان ما تروحيش في 60 داهية. فمفيش امان. ده واحد ده اصلا ما عندوش مخ، لانه لو عنده مخ وفكر انه ممكن يحصل مصيبة في الشقة وانا البسها، مش هيعمل اللي بيعمله ده ولا بفلوس الدنيا كلها. لكن ده واحد على الله حكايته على الاخر يعني. فانا في رأيي انك لازم تعرفي اهلك وهم بقى يتصرفوا مع البني ادم اللي شايل دماغه وحاطط فيها طبق مخلل. ده رأيي. طبعا رأيكم برضو تكتبوه لها في الكومنتات تتصرف ازاي وتعمل ايه. خلصت حلقتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، في امان الله. باي باي.